السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه مطبخ ليلى عطير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بوشير او شيار اللي كيجي زوين ورائع. غندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا في القصريه كندير شويه ديال الفورس، شويه ديال الفينو، والفورس كيكون كتير على الفينو. كندير شويه ديال الملح حسب الذوق، كنزيد شويه ديال السكر سنيده، شويه ديال الخميره ديال الخبز، واحد نص كيس تاع خماره الحلوى. هنا عندي الماء كيكون دافي شويه سخون. صافي كنبدا نخلط في العجينه ديالي وكنعجنها مزيان كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنبدا نعجن وكنزيد شويه في الماء حتى كنجمع العجينه ديالي كلها وكنحصلوا على هذه العجينه بحال هكا. صافي كنبدا نزيد في الماء وكندلك. انا كندلك وكنزيد في الماء، كندلك بحال الطريقه ونزيد في الماء بحال هكا حتى كنحصلوا على عجينه تكون مرخوفه شويه، تكون شويه جاريه بشويه، ما تكونش قاصحه. ضروري تكون بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. صافي بعد ما جمعت العجينه ديالي مزيان تناخذ هذا الاناء بحال هكا، كندهن يديا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش العجينه في يديا، وكندهن داك الاناء بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش فيه العجينه مزيان. صافي كناخذ العجينه ديالي كنديروها في داك الاناء، كندير شويه د الزيت من الفوق وكنخليها تخمر. كنغطيها بالسلوفان بهذه الطريقه. ضروري نغطيوها بالسلوفان باش تخمر لكم دغيا. كنزيدو نغطيوها بشي منديل، ممكن تغطيوها باي حاجه بغيتكم باش تسخن باش دغيا تخمر. صافي هنا بعد ما خمرات كندير شويه ديال الزيت ضروري في يديا باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم. صافي كنبدا نكور كويرات صغار على حسب القياس اللي باغيين. كاين اللي كيدير كويرات صغارين، كاين اللي كيدير كويرات كبارين على حسب نتوما شحال الطريقه اللي بغيتو ديروا بها الشيار. انا درتهم انا ما كبارين ما صغارين موين. صافي كنبدا نكور وكندير في الزيت ضروري. صافي هنا كورتهم كاملين. صافي غندوزو نطيبوهم. وهنا ديجا درت المقله سخن في فوق البوطه باش تخلي لكم مقله مزيان باش تبداو طيبوا في الشيار. صافي هنا كنطرق الشيار هكا بحال الطريقه، كندير شويه الزيت وكنرش بشويه ديال الدقيق من الفوق، وعاوتاني كنقلب العجينه كنقلبها على الجهه الاخرى ونرش ثاني شويه ديال الدقيق. ضروري ديروا الدقيق من الفوق. صافي وكندوزو نطيبوها في المقله اللي كتكون سخونه مزيان. وهنا في المقله كندير شويه ديال الزيت، كنرش شويه ديال الزيت، كندير العجينه ديالي طيب، كنخليها واحد شويه حتى كدير دوك الفقاعات. كنرش شويه ديال الزيت من الفوق ونخليها تحمر من جهتين. صافي كنبدا نقلب بيديا بهذه الطريقه، كنقلب اللي ما تحمر كنخليها تحمر واحد شويه. صافي ملي كطيب كنحيدها، كنبدا نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. يعني عاودت معكم واحده اخرى. صافي كنخليها بهذه الطريقه، خليها واحد شويه كدير دوك الفقاعات، كنديرها بشويه ديال الزيت من الفوق. صافي وكنبدا نقلب بيديا بهذه الطريقه حتى كتحمر من جهتين بجوج. دغيا كيطيبوا ما كيتعطلوش في الطياب، دغيا كيتحمروا كتحيديهم. صافي كنبقى نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. صافي هنا بعد ما كملت العجينه ديالي كامله كنحصلوا على الشيار اللي كيجي مهوي من الداخل ومفشفش، وكيجي مذاق ديالو بنين ورطب، كيجي رطب وزوين. بصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. نشكركم حيت تفرجتوا في الفيديو حتى الاخر. كنتمنى يكون نال اعجابكم. دابا اشتركوا معي في القناه، ديروا لايك الفيديو وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وصفاتي. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، وبسلامه عليكم.